يعني من هالحواجز اللي عم بيحكوا عليها التلبيسه ورسن وفلان وفلان وفلان. صدقا بالله ورحت بشركه امير، ركبت فيها بالكرنك، رحت وصلت عفرين، نمت ليلتين ورجعت جيت. صدقا ما في شيء. بتفتحي على قناه هالاقنيه المغرضه، يعني ما انا بخجل احكي عليها كلام ثاني، بقول مغرضه وبس، لكن التعبير في القلب اكبر من هيك بكثير. نعم بالطبع، نحن نشعر بألم الشعب السوري لما يحدث يعني من قبل هذه المحطات. لم يعد خافيا على أحد هذا التجيش، هذا التزوير، هذا الكذب والتلفيق. أشكرك جزيل الشكر سيد وليد سيدو، حدثتنا من منطقة المهاجرين. شكرا لك ولكل مواطن سوري شريف غيور على بلده سوريا. معنا الآن مراسل الأخبار بلال معروف. بلال مرحبا بك، أين أنت تحديدا الآن؟ أهلا رشا، أنا في حي ركن الدين، أحدثك من حي ركن الدين. نعم، ما الجديد لديك الآن في ركن الدين؟ حقيقة لا جديد، يعني هنا المواطنون يمارسون أعمالهم اليومية